مرحبا بكم في نيوز لاين آر، المصدر الأول لأحدث المستجدات. فيات بانوراما بالغاز المميع وصلت الجزائر، والسعر مفاجأة غير متوقعة إطلاقا. أعلنت فيات الجزائر رسميا إطلاق الطراز الجديد دوبلو بانوراما بنظام غاز البترول المميع الذي يوفر عرضا اقتصادي بيئي ومضمون لمدة 5 سنوات. وبهذا أصبحت فيات أول مصنع سيارات في الجزائر يقدم عرضا يعمل بنظام غاز البترول المميع مع ضمان المصنع لمدة 5 سنوات أو 100,000 كيلومتر. وحسب بيان فيات يتميز نظام غاز البترول المميع الذي طورته شركة غزال، والمعتمد من طرف فيات والمصادق عليه من طرف المزود الإيطالي لاندي رينزو، بأنه مصمم خصيصا لمحرك سيارة دوبلو بانوراما. وتجمع السيارة بين محرك البنزين ونظام غاز البترول المميع، مما يمنحها مدى سير إجمالي يتجاوز 1200 كيلومتر بفضل خزان إضافي بسعة 60 لترا من الغاز. وأكدت فيات الجزائر أن هذه النسخة الجديدة أكثر اقتصادية وصديقة للبيئة ومتعددة الاستخدامات. جاءت ثمرة شراكة استراتيجية مع شركة غزال الرائدة في مجال تحويل السيارات إلى نظام غاز البترول المميع في الجزائر منذ عام 1995. ويركب النظام في ورشات مختصة وفقا لأدق المعايير التقنية والبيئية لشركة فيات، التي تعد أول مصنع في الجزائر يقدم عرضاً بنظام غاز البترول المميع مضموناً من المصنع لمدة 5 سنوات أو 100,000 كيلومتر. وبالنسبة لسعر هذه السيارة، أكدت فيات أن فيات دوبلو بانوراما بنظام غاز البترول المميع بسعر ابتدائي قدره 3,549,000 دينار جزائري. وأضاف البيان أن الزبائن الذين سبق لهم التسجيل لاقتناء طراز دوبلو بانوراما فسيتم معالجة طلباتهم حسب الترتيب الزمني، وسيتصل بهم الوكلاء المعتمدون من فيات لاقتراح إحدى النسختين المجهزة بنظام غاز البترول المميع حسب التوفر. ولا يزال بإمكان الزبائن الجدد التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لفيات الجزائر مع الالتزام بفترات الصيانة الدورية، خصوصاً فحص خزان الغاز الذي يجرى كل سنتين. وش رأيكم في سعر فيات بانوراما الجديد؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في نيوز لاين AR لتصلكم أحدث الأخبار أولاً بأول.